في يوم من الأيام دخل كلب متحف غريب وفريد من نوعه. المتحف ده عبارة عن مرايات، في كل حتة مرايات، السقف، الأرضيات، الحيطان، كل حتة فيها مرايات. الكلب أول لما دخل فجأة واتفاجئ إن في كمية كلاب حواليه، وخاف جدا جدا وبدأ ينبح والكلاب ترد عليه، وبدأ ينط، الكلاب بقت تنط زيه، فبدأ يحس بالخوف أكتر وأكتر، وفضل طول الليل ينبح وينط ينبح وينط لحد ما حارس المتحف جه، وأول لما دخل لقى الكلب ميت. العبرة من القصة دي إن لن يجلب لك العالم الخير أو الشر من تلقاء نفسه، فكل شيء يحدث حولنا ما هو إلا انعكاس لأفكارنا. العالم ليس سوى مرآة كبيرة فأحسن الوقوف أمامها. الكلب مات لما شاف نفسه في المراية، افتكر ان حواليه مجموعة كلاب، بس الحقيقة انه كان شايف نفسه. فضل يتعب نفسه طول الليل عشان شاف انعكاسه، فافتكر ان دي مجموعة كلاب. هو ده تفكيرنا. حاول تفكر في الحلو فقط، حاول تعيش حياتك